عليكم. الحكاية النهاردة عن واحد كان بيهرب من الفقر، لقي نفسه واقع في مصيبة أكبر، وأغلى حاجة في حياته بتضيع. هو لا يملك من الدنيا دي كلها إلا هي صحته. الحكاية دي هنسميها في رحلة البحث عن الكلية. وليه قلنا عليها كده؟ ده اللي هنعرفه في الحكاية من أولها. صلوا بينا على النبي. الحكاية بتبدأ مع مصطفى لما بيجي من أسيوط. مصطفى شاب طموح بدليل إن هو ساب بلده وجاي يدور على فرصة عمل عشان يعرف يتجوز ويعرف يساعد أهله. مصطفى شاب جاي من الصعيد من أسيوط يدور على فرصة عمل، لأن سمع عن إن القاهرة ناس كتير بينزلوها وبتتغير حياتهم للأحسن. فمصطفى كان نفسه حياته تتغير، عايز يتجوز وعايز فرصة عمل أفضل. مصطفى كان حساس وعنده كرامة، لما نزل مش حب يتقل على حد من بلدياته من أسيوط ولا حب يروح لحد من قرايبه. حس إن هو هيبقى عبء تقيل عليهم، خصوصا إن هو جاي ولا جايب معاه هدايا من البلد ولا جايب معاه أي زاد ولا زواد. أن إحنا عارفين إن حالة مصطفى المادية صعبة جدا، محبش يتقل على حد. قال لك أروح على مكان كان فيه الناس بتبقى طاهرة، نفسها طاهرة شوية، ما يعرفش ان في ناس خبيثة بتبقى موجودة هناك. احنا عارفين ان اهالينا لما يجوا من وجه بحري او من وجه قبلي بيحبوا يزوروا آل البيت، سيدة زينب، السيدة نفيسة، مسجد سيدنا الحسين. وده اللي عمله مصطفى. لك احسن حاجة اروح عند السيدة زينب ادعي، وفي نفس الوقت مكان يبات فيه، وجايز ربنا يحنن قلب حد عليه وياخده يشغله. وفعلا مصطفى بيقع في ايد مين؟ يتعرف على واحد هنسمي اسمه الوهم حسين، لانه مش مذكور في المحضر اسمه ايه. حسين لازم نفهم ان راجل بيصطاد الفريسة بتاعته، بروح الاماكن دي عشان يصطاد الفريسة بتاعته. مصطفى بدأ يحكي لحسين على ظروفه، وان هو مش لاقي شغل ومش لاقي سكن، وان هو بينام في مسجد السيدة زينب ومش معاه حتى يجيب اكل. يبان عليه علامات الطيبة والهدوء وان هو بيقدر يساعد وراكب عربية. حسين بيقول له لمصطفى لا ده عيلة، انا هشوف لك شغل، انا اعرف في شركة محتاجة ناس زي. وفعلا حسين بياخد مصطفى معاه في العربية. حسين باخد مصطفى لشقة في النصرية جنب بحة. بحة ده يا جماعة بيبيع حلويات المذبح، لحمة راس على فش على كوارع على ممبار. اللي راح السيدة زينب يبقى عارف بحة. الشقة دور أرضي، بدخل يلاقي فيها ناس، يبدأ يتعرف عليهم، بيلاقي ظروفهم زي ظروف حسين، يدي فلوس ياكل ويشرب، وإن كان مبلغ بسيط يبعته لأهله في البلد. مش كان بيجي لمصطفى الشقة اللي في النصرية بإيده فاضية، ده كان كل يوم يجيب له واحد أو اتنين وممكن تلاتة، بيسألهم بيطلع ظروفهم زي ظروفه. بيعدي أسبوعين على الحال ده لحديت ما يجي بعد تالت أسبوع حسين يقول لمصطفى تعالى عشان انت هتقدم في الشركة، خلاص الشركة هتقبلك، بس قبل ما تقدم في الشركة عايزين نعمل شوية فحوصات وتحاليل. وفعلا بيروحوا يعملوا فحوصات وتحاليل، ما هو هيشتغل في شركة. ما بيعملوا الفحوصات والتحاليل وحسين بتأكد ان تحاليل مصطفى وفحوصاته كلها سليمة، فبيبدأ حسين يقول لمصطفى معلش الشركة قفلت. شركة قفلت، طب انا هعمل ايه؟ ده انا عشمت نفسي وعاد عندي امال ان انا هجيب واجيب واجيب، ان انا خلاص هرتاح من العذاب اللي انا كنت فيه والفقر. قال له لا، ما انا عندي لك عرض تاني احسن. عرض تاني احسن من الشركة؟ قال له اه يا استاذ حسين. قال له في واحدة عايزة كلية، انت تكسب فيها ثواب تتبرع ليها بيها وهتاخد مبلغ محترم. مصطفى قال لحسين انا بدور على شغل، مش عايزه ابيع حته من جسمي. قال له ما هو ده الموجود دلوقتي، وبعدين ده انت هتكسب فيها ثواب. مصطفى مش عنده حته يروحها، هو لسه قاعد في شقه النصريه. طبعا حسين ابتدى يفكر مصطفى بالخدمات اللي عملها له، ازاي لموا الشارع وازاي مقعده في شقه وازاي بيديه فلوس وازاي تعب معاه في الفحوصات والتحاليل، لحديت ما قال له لا ده انا عندي حاجه اهم، في واحدة فنانة مشهورة هتيجي تزورك. مصطفى بيتفاجأ بالفنانة المشهورة، تطلع مين؟ الفنانة وفاء عامر، تبع مثابة بالمحضر.
انا مش جايبه حاجه من عندي. مصطفى بيقول وفاء عامر راحت لهم اكتر من مره عامله لهم اكل. الناس كلها عارفه اكل وفاء عامر اللي دايما تقول انا عليا اكل، خصوصي المحشي والكوارع. يعني سمعنا كتير في البرامج عن وفاء عامر وهي بتتكلم قد ايه شاطره في تاخد لهم اكل مره، ومره تانية بتديهم فلوس. فبتوعد مصطفى حسب اقواله إنها هتجيب له عربية يشتغل عليها، هتجيب له شقة يعيش فيها، هتساعده يأمن مستقبله. وقبل العملية بكذا يوم بيقول في واحدة فنانة تانية جت زارتنا، هو ذاكر في المحضر ليلى الشبح. صفا بيحصل له عملية ضعف، فلوس وفنانة ووعود، يعني بتمن كلية هيلم ثواب كتير قوي. من تمن الكلية هياخد عربية وهياخد شقة، وفي واحدة تانية هينقذها من الألم، وفي فنانة شافها ودق أكلها. مصطفى حس بالإحراج مرة، بالطمع مرة، بس هو بيقول في المحضر إن هو كان عنده جهل، خصوصا إن ظروفه كانت صعبة. وفعلا مصطفى بيوافق يعمل العملية، بيروح يعملها بمستشفى في الدراسة. طبعا بيبدأ دكتور التخدير يقابله ويبتدوا يجهزوا له العملية. فبيعمل العملية، بيقعد في المستشفى اللي في الدراسة 6 أيام. خلال ال6 أيام بيجي بعض الناس من الشرطة، خلال ال6 أيام يجوا ناس يزوروا تبع حسين وتبع الفنان. بعد ما عدى 6 أيام إدارة المستشفى بتقول لمصطفى لو سمحت انت خلاص فترة علاجك خلصت. ازاي ده انا لسه تعبان؟ قالوا له لا فترة علاجك خلص. يعني بيبتدي يتصل على حسين او يتصل على الفنانة او على اي حد، التليفونات كلها مغلق او غير يبدأ مصطفى يفكر هيروح لمين، فاضطر يتصل على ابن خالته، رغم ان احنا عارفين ان هو مش كان عايز يتقل على حد. خالته ساكن في صفت اللبن فيزا، راح كمل علاجه عنده. ولما حس ان هو يقدر يمشي على رجليه طلع على المستشفى عشان يجيب أوراق تثبت إن اتعملت عندهم عملية. قالوا له لا مفيش أوراق ولا مستندات إلا بإذن من النيابة. إن من حق مصطفى، ده هو صاحب الموضوع، من حقه ياخد ورقة أو مستند، ده حقه القانوني والطبيعي. مصطفى بيصر على طلبه ويقول أنا عايز مستندات تفيد إن أنا كنت عندكم واتخذت الكلية بتاعتي. فإدارة المستشفى بترفض. مصطفى فضل واقف لحد ما طلبوا الشرطة، لحد ما الشرطة جت. حسين عمل المحضر في نيابة تابعة للمقاولون العرب. النيابة سأل حسين قال له انت تعرضت على لجنة، انت مضيت على اي ورقة تقول ان انت بعت كليتك؟ قال له لا حصلش، ولا مضيت على حاجة ولا تعرضت على لجنة. في محضر اتعمل وحسين مش عاد معاه فلوس وتعبان، قال لك انا ارجع بلدي احسن. رجع اسيوط بس ضاعت منه حتة من جسمه، الكلية، وبدون اي مقابل أكلة الفنانة جابتها له. لما حسين رجع بلدهم في أسيوط حكى لأهله، بس الصعايدة ما بينسوش حقهم، عايز ياخد حقه وهو بيدور على حقه. ده ابتدى يدور على الفيسبوك، ما احنا عارفين العالم قرية صغيرة دلوقتي. فعلا اتوصل لحسين، بس اتوصل لحسين باسم وهمي. حسين استقبل رسالة ومصطفى بعت لحسين على الفيس. حسين استقبل رسايله، خصوصا ان مصطفى قال له ده احنا مجموعة من الشباب عايزين نشتغل مع حضرتك. طبعا حسين بيفرح، لقي فرايس حلوة اهي، شباب جديد وممكن ياخدوا منهم اللي هم عايزين. كان يتفق مصطفى وحسين ان هم يتقابلوا في الجيزة على كوبري ابو الصير. حسين لما بيشوف مصطفى بيعرفه. حسين باخد مصطفى واللي معاه ويروحوا يقعدوا يقعدوا في استراحة في منطقة اسمها عرب العش بجوار مخازن أولاد خفاجة يبقى من أبو الصير. ابتدى حسين يقول لمصطفى ده هو أنا اتنصب عليا فنانتين وأنا موقع على إيصالات أمان. قال لمصطفى أنت اشتغل معايا وهات لي ناس وأنا هديك ناس. ده مش كده كمان، ده قال له نشتغل في العملات المزورة، وياخد عملات مزورة ويوصلها لحد الفنان. بس مصطفى بيرفض ويرجع بلد. ده الكلام اللي جه في محضر مصطفى، الاعترافات اللي جت في المحضر اللي عمله مصطفى ضد الفنانة. ظهر بعد كده حسب أقوال مصطفى
مروة بنت حسني مبارك، وبتبتدي تتكلم عن الكلى وإن في بيع كلى، وإن الفنانة سمسارة أعضاء، خصوصي إن مصطفى الكلية أثرت عليه وعلى مستقبله، مش عاد بيقدر يشتغل زي الأول، ما بيقدرش يسوق زي الأول. فطبعا لما ظهرت القضية دي كانت سبب أو شجعته إنه يعمل محضر في الفنان 9 سبتمبر 2025. ذكرناه في الحكاية دي وقائع موجودة في المحضر اللي قدمه مصطفى، ما عدا اسم حسين، ده اسم وهمي، إن مش مذكور في المحضر اسم الشخص اللي قبله في السيدة زينب، وربنا يظهر الحقيقة.